الشتا يعني قرنبيط، والقرنبيط ما يحلاش الا اما يكون مقلي. هقولك على طريقه حلوه قوي هتطلع لك القرنبيط مقرمش زي الكنتاكي، خلطة حلوة قوي، وكمان هيمنع التقلصات والغازات بتركاية حلوة كده. صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. بتجيبي بقى القرنبيطة كده بيبقى لونها فاتح وكده ومفتحة، وببتدي ان انا انضفها، اشيل فيها لو فيها طينة او اي حاجة، واقطعها بالسكينة. الدواير بتاعتها انا مش عايزه العروق ديت، انا عايزاها الزهره بتاعتها. تمام. وبغسلها غسله حلوه تحت الميه جامد جدا بالفرشه. بجهز هنا ميه بتغلي في حله، وبحط ملح وكمون عشان الغازات والتقلصات، وما يعملش كمان ريحه، وشويه من اللبن. ايوه، شويه من الحليب. مش هتشمي ريحه قرنبيط خالص، وكمان هيمنع التقلصات او الغازات اللي بتحصل من القرنبيط لما بنيجي ناكله. هنسيبه على النار لحد لما يتسلق، ما نسلقهوش لحد لما يتهري خالص. هو يا دوبك ان هو ياخد 10 دقايق وتروحي مطلعه على طول. بجيب خلطة الأولانية، بحط كوباية من الدقيق ومعلقة من النشا وكوباية من المية كده هوت، وبعدين هحيقه بالملح والكمون. ولازم تقلبي الخليط بتاعنا دوت عشان ميبقاش فيه أي تكتلات خالص. معلقة النشا بتفرق، بتخليه مقرمش وهش كده هوت. هبتدي ان انا اقلبه كويس جدا، واحط الملح واحط الكمون زي ما قلت لكم، عشان يخلي طعمه حلو، كمان عشان ميبقاش فيه اي غازات. واحط كزبرة ناشفة تكون مطحونة، واحط نص معلقة كده من التوم عشان تديله ريحة حلوة كده واحنا بنحمره. ودي خلطة الفلفل اللي انا ببقى طحناه، الفلفل الاحمر ببقى طحناه حطاه في الفريزر، بحط معلقة بتخلي يعني لونه حلو. وبحط سنة كده من بودرة الزعفران، او تحطي كركم. وبحط بضاية واحدة بس. أنا هحمر كل القرنبيط ببضاية واحدة بس، مش هكتر بيض خالص، البيض غالي، وكمان عشان زفارة البيض. كده الخلطة بتاعتنا جاهزة. هعمل الخلطة التانية اللي هتدينا كده طبقة كريسبي، و يعني بتحمر كده تبقى كريسبي. هحط كوباية من الدقيق، ممكن كوباية ونص، ومعلقتين من النشا، واحط ملح وكمون ورشة بسيطة كده من الفلفل الأسود. حطيت هنا الخضرة في الخلطة الأولانية، بحط البقدونس عشان تديله كده لون حلو. وقبل التحمير بالظبط، يعني الخطوة دي اعمليها واركنيها، بس قبل التحمير بتحط نص معلقة من الكربوناتو أو البيكنج باودر. قبل التحمير بالظبط بتحطيها على الخلطتين، الطرية الناشفة. بنزل بقى بالقرنبيط اللي استوى معانا وهديته بمية ساقعة عشان يوقف التسوية بتاعتها. هنزلها في الخلطة السائلة، وبعد كده في الدقيق اللي احنا حاطين عليه نشا وملح وكمون بس، ورشة من البيكنج باودر أو البيكنج صودا. تمام. وعلى طول يكون الزيت عندي غزير ويكون سخن قوي. وزي ما قلت لكم الخطوة بتاعت البيكنج باودر أو الكربونات الصوديوم دي قبل ما نحمر على طول. الخطوة بتاعت الدقيق ديت بتدينا طبقة كده مقرمشة من بره، وبتبقى هشة وجميلة جدا. بنسقطه كده في الزيت سخن زي ما انتوا شايفين، وبسيبه لحد لما يشد ويلون، وابتدي ان انا اقلبه الناحية التانية. هتطلعوه هتلاقوه عامل كده خلطة رهيبة، طعمها حلو قوي، ريحتها حلوة قوي. القرنبيط مش الريحة اللي هي بتزهق العيال، او تبقى ريحة مش حلوة او مش مستحبة، لا، ريحة حلوة جدا. شوية اللبن اللي حطيناهم هو بيتسلق، هي غيرت كمان من ريحة القرنبيط. هبتدي ان انا اقلبه زي ما انتم شايفين كده. طبقة الدقيق اللي احنا حطيناها في الاخير دي، اديتها طبقة كده مقرمشة وكريسبي وحلوة قوي. على فكرة الحتت الصغيرة اللي بتبقى واقعة دي احنا بنموت فيها، بنحب ناكلها قوي قوي وبتبقى قرمشة. وكمان القرنبيط ما بياخدش مننا زيت او بيشرب مننا زيت بسبب الحركة اللي احنا عملناها ديت. اول ما يتحمر معانا كده بقلبه على الجنبين زي ما انتم شايفين، طالع مقرمش، وكمان عامل التجاعيدات كده كأنك كده محمرة فراخ كنتاكي. يعني هتضحكي على العيال وتأكليهم القرنبيط اللي هم مش بيرضوا ياكلوه. جربي الطريقة دي هتعجبك جدا جدا.
أطلّعه بقى على مصفى أو أطلّعه على مناديل ورق، وأبتدي بقى إن أنا إيه، أحُط باقي الكمية اللي عندي، طبعًا أنتم كل واحد حسب عدد أسرته أو حسب ما بيحبوا قد إيه، إحنا بنحب ناكل شوية ونسيب شوية نحب ناكله سُخن يعني. هنا خلّصت الكمية زي ما أنتم شايفين ما شاء الله مقرمش، لونه حلو أوي، 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 يعني بُصّوا حاجة كده تفتح النِفس، عملت جنب منه طبق سلطة خضرا، حاجة كده تفتح النِفس مع ساندوتش كده عيش، بتاكلي حاجة مش قادرة أوصفها لِك على حلاوتها. جرّبي الطريقة بتاعتي دي ومش هتندمي أبدًا. أنا عن نفسي باجيب الساندوتش كدهوّة عيش وأحط فيه قطعة أو قطعتين من القرنبيط وأحط شوية من السلطة ويا سلام! كُلي بقى ومش عايزة أقول لِك على حلاوته. لو وصلتِ لحد هنا بتتفرّجي على الفيديو أتمنى إن أنتِ تعملي لي لايك وكومنت حلو كده ما تبقوش بُخلا، واعملوا لي متابعة على صفحتي وشيّروا الفيديو، وكمان اعملوا اشتراك على قناتي مطبخ ملك على اليوتيوب، وقولوا لي بتتابعوني من أنهي بلد. طبعًا بنتي كانت بتدوق الوردات الصغيرة دي وداقتها وعجبتها وبتعرّفكم ما تنسوش اللايك.